اللهم صل على النبي يا عم. هو بيقطع يا عم روما. يا عم روما دلوقتي البلد دلوقتي على كف عفريت. البلد دلوقتي يعني انت ايه رايك ان مرسي الصالح اللي يمسك البلد؟ الصالح اللي يمسك البلد يا عم روما راجل عسكري، عشان احنا في دمار شامل. العالم كله دلوقتي بيتسلح بالاسلحه بتاعتها. لو احنا ما عندناش درع وسيف زي ما السادات قال، احنا هنتبهدل في الدنيا دي كلها، مش في البلد، هنتبهدل في العالم يا عم روما. ده اسرائيل خلاص داخله بصدرها، قاعده تموت في الاطفال والحريم، مش عارفين يضربوا المقاومه ولاد الذين جايين علينا احنا. لا بقى، ده انتوا خلي بالكم، ده احنا عندنا جيش جرار، عندنا جيش هيخلص على اسرائيل وما وراء اسرائيل. فانت يلزمك ما يلزمكش بقى رئيس لابس جرافطه وقميص بنص كم زي بتاع فرنسا ولا بتاع امريكا التعبان اللي اسمه بايدن ده. لا يا حبيبي، احنا عندنا رئيس مخابرات وماسك البلد، وهيفرتك اسرائيل وهيفرتك اي حد ورا اسرائيل. يعني نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول تحيا جمهوريه مصر العربيه ويحيى الرئيس السيسي. قلت له يا باشا دهب واقع عليها صاروخ امبارح. الايه؟ دهب ماله الدهب؟ واقع عليها صاروخ امبارح. وماله مين دهب دي؟ دهب اللي في شرم الشيخ. يا جدع صاروخ مين يا جدع انت؟ محدش يقدر يضرب عندنا صاروخ. ورحمة أم ما حد الدنيا يقدر يضرب عندنا صاروخ. ضرب 4 مرات وعمل. ورحمة أم ما يقدر. طب ما احنا ضاربين يا باشا. ده الشغل بقى امن قومي ده ولا انا ولا انت ليه فيه؟ احنا برضه ما خدناش بالنا. احنا ما خدناش. ما خدناش بالنا. هم مش من هنا يابا. لا احنا من هنا بقى. لا احنا مش من هنا. احنا من هنا، واي حد تبع تل ابيب هينزل المحله مش هيعدي بسلام. المكالمه انتهت يا عم الحاج.